اليوم قبل لا ابدي ويسعد علي بالبرنامج عندي موضوعين خلال هاي الدقائق. اول موضوع، ابنائنا كملوا امتحانات نص السنه، انتبهوا من موضوع الايباد والسهر. يعني هسه عندهم عطله، خلصوا امتحانات الحمد لله والشكر، عندهم عطله 15 يوم، العطله الربيعيه مال الامتحانات. موضوع الايباد والسهر 24 ساعه هذا والموبايلات لازم ننتبه على هذا الموضوع. اقلل من هذا لانه سبق وتكلمنا انا استاذ علي ان موضوع الايباد والسهر والموبايلات راح تاثر على مستوى دماغه ومستوى ذكائه، وبالتالي تقل فعاليته. لا، خلي شوف، خلي يلتهي بغير امور، ما خلي ابنائنا سهر للصبح وايبادات وموبايلات. والله شنو عندهم عطله، ما يخاف، عطله يرتاحون بها، بس مو مال 24 ساعه على الايباد وعلى الموبايل. هذا واحد. اثنين، موضوع الاعلان. الاعلان المشاهدين، احنا كاعلاميين نريد نعلن عن ماده معينه وفي برنامج معين. الاعلان امانه. شنو الاعلان امانه؟ يعني انا اسامه علي من اريد اعلن عن الاستاذ علي الموسوي، المفروض يكون الاعلان، اكون انا انسان صادق مع نفسي. اول مره اشوف محتوى الاعلان مالتي، برنامجي، الامور اللي بدنا نطرحها، اسم البرنامج، يعني اسم البرنامج والاسم المكان اللي اعلن عنه. المفروض انه انا انفرد به، يعني انفرد بالاسم، بالمحتوى، بالمصداقيه، بالمضمون. وترى هذا يعني هاي اساسيات عملنا المهنيه وشرف عملنا كاعلاميين. لهذا احنا دائما نطمح الى هذا الموضوع، انه الاعلان مالتنا يجب ان يكون عن يعني على درجه عاليه مع المصداقيه، وخاصه مع المشاهد ومع الناس. حتى اسم البرنامج يكون اسم متميز، حتى بصوره عامه اسم الماده يكون اسم، يعني اسم متميز. اللي خلاني اتكلم في هذا الموضوع، موضوع الاعلان واسم الاعلان كذا يعني.